شاب عبقري بيحل شفرة الدخول لأكبر خزنة معقدة في العالم، وبينجح إنه يوصل للكنز بذكائه، لكن الخزنة اللي فيها الكنز بتكون مصممة إن اللي يدخل فيها بيموت غرقان. يا ترى هيوصل للكنز ولا هيغرق ويموت؟ ده اللي هنعرفه في ملخص فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل جديد، ولا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين. بيبدأ فيلمنا سنة 1645 في المحيط الأطلسي، على بعد 25 من الساحل الأسباني. في التوقيت ده غرقت سفينة أسبانية وكانت مليانة صناديق فيها ذهب كتير، ومن ضمن الصناديق دي كان في صندوق جواه 3 عملات ذهب عليهم إحداثيات مكان موجود فيه كنز بريطاني كبير، والكنز ده كان اتسرق من بريطانيا. علشان يعرفوا مكان الكنز لازم يجيبوا ال3 عملات من الصندوق اللي في المحيط. وفي الوقت الحالي الغطاسين طلعوا العملات لحساب شخص اسمه والتر، لكن الشرطة الأسبانية وصلت وقبضت عليه وقدموه للمحاكمة، وده كان سنة 2009. وقتها كانت مارجريت، ودي شغالة لحساب بريطانيا، موجودة في محاكمة والتر، لأن المحكمة اتهمته بسرقة كنوز اسبانيا، لأن المحكمة كانت بتقول إن سفينة اسبانية وغرقت في اسبانيا، وهم اعتبروا الكنوز اللي على السفينة ملك لاسبانيا مش بريطانيا. وبنعرف ان مارجريت والمخابرات البريطانيه مهمتهم يرجعوا كنز التاج الملكي لبريطانيا، لكن المحكمه صدرت الكنز والصندوق اللي فيه العملات اللي هتوصلهم لكنز التاج الملكي. وبنشوف والتر بعد المحاكمه وهو مع مارجريت، وكانت بتقول له ما يدورش على الكنز تاني وينساه، لانه ضيع وقت كتير وهو بيدور عليه، وقالت له ان الكنز دلوقتي موجود جوه خزنه معقده ومستحيل هيعرف يوصل له. وبعد شهر الصناديق اتنقلت لخزنه تحت الارض، وبتكون الخزنه دي امن مكان في العالم، وبكده الكنز بقى في امان. وفي سنه 2010 في جامعه كامبريدج في بريطانيا، وهناك بنشوف شاب اسمه توم، وده مهندس عبقري، ومن كتر ذكائه بيحل اصعب مسائل رياضيه بكل سهوله، وحل مشكله بترول كبيره لشركه بترول. طبعا معظم شركات البترول كانت عاوزاه يشتغل معاها، وبعتت له مندوبين وعرضوا عليه مرتبات كبيره، وهو رفض كل العروض. وقتها ابوه كان بيتعشى معاه وكان مستغرب جدا، وساله انت ليه بترفض كل الفرص اللي بتجيلك؟ انت لسه صغير واكيد محتاج فلوس. في نفس اللحظه جت رساله لتوم من شخص مجهول بيقول له قابلني وانا هحقق لك كل احلامك. ولما خرج من المطعم لقى كارت ودعوه في جيب الجاكيت بتاعه، اخذ العنوان وراح على هناك. ساعتها كان في حفله كبيره في المكان، وفي الحفله كانت موجوده بنت اسمها لورين، وهي اللي استقبلته لانه مش عارف مين اللي بعت له الدعوه. وهم واقفين توم شاف لورين وهي بتسرق محفظه شخص كانت بتمضيه على ورق، ولما قال لها سرقتي ليه؟ قالت له انت اللي سرقته، حتى شوف جيبك كده. ولما حط ايده في جيبه طلع المحفظه. قالت له لو تحب ترجعها لصاحبها رجعها، وقول له انك لقيتها واقعه على الارض وهتبقى شخص شريف، او تيجي معايا ونبقى شركاء. وقتها جه والتر وقال له انا عارف ان في عروض كتير جات لك من شركات البترول. توم قال له انت عاوز مني ايه؟ والتر عرفه بنفسه وقال له انا جايب لك عرض ما يترفضش، ودخل في الموضوع على طول وقال له انا عاوزك تساعدنا اخترق خزنه عليها اكبر حراسه مشدده في العالم. وقال له انا عارف انك ذكي وهتعرف تخترقها. توم قال له انت عاوز هاكر بنوك لكن انا مهندس. والتر قال له دي مش خزنه عاديه، دي معجزه هندسيه وانت اللي هتحل رموزها. بعدها توم روح ودور على معلومات تخص البنك اللي في الخزنه، وعرف انها لغز فعلا ومحدش عارف يوصل لحله، والكلام ده حمسه واثار فضوله. وقتها كلم ابوه قال له انا مسافر كام يوم، ولما سافر كانت لورين في المطار مستنياه. ومن المصادفه ان ده كان وقت بطوله كاس العالم، وكان في ماتش بين اوروجواي واسبانيا، والمدينه كلها بتحب الكرة وبتشجع اسبانيا. بعدها توم ولورين راحوا يقابلوا والتر في المكان اللي هيحطوا فيه خطتهم. وقتها والتر عرفه على زمايله في المهمه، واحد اسمه كلاوس وده خبير كمبيوتر وده اللي بيعطل غرف التحكم، وواحد اسمه جيمس وده مسؤول عن التخطيط والاقتحام، ولو حصل لهم اي مشكله هو اللي بينقذهم، وواحد اسمه سيمون وده مسؤول عن المعدات اللي هيحتاجوها في العمليه. وبعد ما والتر عرفهم على توم كلهم استقلوا بيه وحسوا انه صغير عشان يشترك معاهم في عمليه كبيره زي دي، خصوصا جيمس. والتر قال لهم توم ده عقليه فذه من اذكى العقول في العالم، وهيكون سبب نجاح العمليه بتاعتنا. وقتها جيمس قال لوالتر احنا عاوزين رمز البريد الصوتي عشان نخترق النظام وندخل على السيستم. توم قال لهم بسيطه، كل واحد قال فكرته وتوم وقف يسمعهم. قال لهم انا عندي الحل، احنا نشوف موظف بره البنك وهنكلمه على موبايله وهنعمل رساله مسجله آلية وكأن في بريد صوتي جاي ليه، وهنطلب منه رمز الدخول بتاعه، ولما يدخله هننسخه وندخل بيه. جيمس قال له بالسهوله دي؟ توم قال له هنجرب، جهز الرساله الصوتيه ونشوف. وفعلا سيمون كلم موظف بره البنك ونفذ كلام توم ونجحت الخطه، ودخلوا على السيستم واخترقوا نظام البنك. بعدها والتر قعد مع توم عشان يشرح له المهمه بالظبط. قال له ان البحار فرانسيس دريك ده بحار انجليزي في القرن ال16، كان بيحارب الاسطول الاسباني وبياخد الكنوز الاسبانيه ويوصلها للمملكه البريطانيه، وفي مره من المرات اخد الكنوز لنفسه واحتفظ بيها ودفنها وخباها ومحدش عرف مكانها. والتر طلع خريطه اشتراها من 30 سنه من تاجر تحف ما كانش مقدر قيمه الورقه اللي باعها ليه، والورقه كانت بتتكلم عن ال3 عملات اللي دريك نقش عليهم احداثيات المكان اللي فيه الكنز بتاعه. دريك حطهم جوه صندوق. والتر قال له كنت بدور على العملات من 30 سنه، ولما لقيتهم من سنه جوه حوض
حطام سفينه. توم قال له اخدوهم منك وحطوهم جوه خزنه البنك اللي عاوزنا نسرقه. والتر قال له بالظبط كده، الكنز ثروه كبيره ما حدش يتوقعها. قال له انا مهتم بالكنوز الثمينه النادره، وده سبب تمسكي طول الفتره اللي فاتت في البحث عليه. وقتها كان في ماتش بيتلعب في كاس العالم، وابتدوا يدرسوا مبنى البنك وعرفوا انه صعب جدا انهم يخترقوه، لان كل مكان فيه كاميرات واجهزه استشعار للحركه، واي حركه غريبه هيكون في 15 حارس امن بسلاحهم. وكمان موجود قدام البنك مقر للجيش الاسباني، موجود فيه حوالي 500 جندي مستعد لاي هجوم يحصل على المدينه. وطلع صوره شخص اسمه جوستافو، وده رئيس الامن، وكان بيشتغل في مكافحه الارهاب، واحد مش سهل اللعب معاه لانه لو كشفهم مش هيرحمهم. توم سألهم هندخل ازاي؟ قالوا له من الانفاق اللي تحت البنك، هيوصلونا لباب الخزنه، وباب الخزنه بيتفتح بمفتاحين وبصمه ابهام جوستافو. والتر قال لهم لورين هي اللي عليها المهمه دي، لكن مهمه توم انه يوقف جهاز انذار الخزنه قبل ما يوصلوا ليها، لانهم لو ما عرفوش يعملوا كده هيتمسكوا كلهم، ودي مهمه هندسيه ومحدش هيعرف يعملها غيره. توم قال لهم عاوز اشوف الخزنه الحقيقيه. في الوقت ده كان في ماتش مهم جدا لاسبانيا والكل مشغول. وتاني يوم الصبح جوستافو وصل البنك، والفريق كلم شركه النظافه وقال لهم ما يبعتوش حد النهارده. وفي نفس الوقت وصل توم وسيمون في عربيه لشركه النظافه، وانتحلوا شخصيه 2 عمال نظافه ودخلوا بالعربيه لموقف العربيات. وفي نفس الوقت دخلت لورين البنك ومعاها شنطه للكشف عن اللوحات النادره، وسلمت على جوستافو، وكان معاها شنطه في ايدها وكوبايه قهوه في الايد التانيه. ولما جت تسلم على موظف البنك ادت القهوه لجوستافو عشان تاخد بصمات ايده من على الكوبايه، واخدتها منه ومشيت. وفي نفس الوقت سيمون كان متابع مع كلاوس لغايه ما وصل لغرفه التحكم، ووصل كلاوس بكاميرات المراقبه والبنك كله بقى تحت مراقبتهم. وبنشوف لورين وهي داخله لمدير البنك كانها خبيره لوحات وكانت بتفحص اللوحه. وقتها كلاوس ثبت الكاميرا على الصوره دي، ساعتها فتحت الخزنه واخدت منها المفتاح. وفي نفس الوقت ده توم راح فوق المكان اللي في الخزنه عشان يقيس تضاريس الارض ويعرف المكان اللي ممكن يدخلوا منه. في الوقت ده لورين كانت عملت مسحه على المفتاح عشان يعملوا نسخه منه، ورجعته للخزنه بسرعه وقفلتها وراحت عند اللوحه ووقفت. ونرجع لتوم وهو موجود تحت الترابيزه، ودخل عليه الموظفين لان عندهم اجتماع، وهو ملحقش يطلع من مكانه وفضل قاعد وكان مثبت جهاز القياس في الارض. وساعتها الجهاز عمل صوت وحركه خلى جهاز الانذار يشتغل، والبنك اعلن الطوارئ وقفلوا الابواب، وقوات الجيش اتحركت وعملوا حصار للبنك. وقتها لورين قالت لهم الخزنه مفتوحه والمفتاح معاها، ما لحقتش ترجعه. وقتها والتر قال لها تدي المفتاح لتوم وهو يرجعه مكانه، وفعلا اخدوا منها وراح رجعه بسرعه. ولما الامن دخل عليه لقاه بينظف المكتب وعمل نفسه ما سمعش جهاز الانذار لانه لابس سماعات في ودانه. وقتها الامن بلغ جوستافو ان المكاتب امان والخزن تمام ومفيش حاجه تقلق. وقتها جوستافو كان مستغرب ومش عارف ليه جرس الانذار رن، وكان حاسس ان في حاجه غلط. بعدها الفريق رجع لغرفه العمليات، وهناك بنشوف والتر وتوم وهو بيشرح لهم هو عارف ايه عن الخزنه. قال لهم الخزنه دي عباره عن فخ لاي حد يفكر انه يدخلها، لانه لها خزان ميه تحت الخزنه، والميه ماشيه في انابيب وبتطلع لفوق الخزنه، وعاملين اوضه فاضيه تحت الخزنه عشان لو حد دخل الخزنه يغرق في الميه وما يطلعش منها. والتر قال له ازاي هيعرفوا ان في حد دخل الخزنه وهي اساسا مصنوعه من زمان من قبل اجهزه الليزر واستشعار الحركه. توم قال له لانهم عاملين المكان زي ميزان العداله، لو حد دخل في كفه هتنزل والمكان هيغرق، عشان كده سموا الخزنه دي المعجزه الهندسيه. وفعلا اللي عملها عبقري. والتر ساله عندك حل؟ توم قال له طالما عرفت المشكله يبقى لا الحل. نروح ليوم 7 يوليو 2010، وده كان نص نهائي كاس العالم بين المانيا واسبانيا. وبنشوف توم وهو بيحاول يحل مشكله دخول الخزنه. وفي الوقت ده سيمون وجيمس نزلوا تحت الخزنه واتاكدوا ان كلام توم مظبوط، لانهم لما وصلوا تحت الخزنه وشافوا الخرسانه مصنوعه من الحديد والتيتانيوم، وبعد ما شافوا واتاكدوا عملوا اجتماع مع والتر وباقي الفريق، وقالوا ان الوصول للخزنه في الوضع ده محتاج ل 15 يوم، وهم قدامهم 8 ايام وبطوله كاس العالم هتخلص، ودي فرصتهم الوحيده والشعب والشرطه مشغولين. والتر لما سمع الكلام ده اتعصب وحس ان المهمه بقت صعبه ومستحيله وسابهم ومشي. بعدها طلع فوق المبنى المقابل لمبنى البنك ومسك المنظار وشاف كل كاميرات المراقبه متوجهه للشاشات والجمهور اللي بيتابع المباريات في الميادين، لانهم قلقانين من العدد الكبير المتواجد جنب البنك. والتر ساعتها جات له فكره تانية وجمعهم علشان يقول لهم اذا ما عرفناش ندخل الخزنه من تحت الارض ممكن ندخلها من فوق، وهنستغل انشغال الامن مع نهائي كاس العالم، لان يوم النهائي الكاميرات كلها هتكون مركزه مع الساحات والجماهير الكبيره اللي هتكون موجوده، وبكده هيكون قدامنا ساعتين نقدر ندخل فيهم ونخلص مهمتنا. وابتدى يوزع عليهم المهام. توم قال له انا لسه ما لقيتش الحل اللي هينقذنا من الغرق لو دخلنا الخزنه. قال له انا واثق انك هتلاقيه زي ما انا واثق اننا هنصعد للنهائي. وفعلا ماتش نص النهائي كان بيتلعب واسبانيا جابت جون وصعدت للنهائي. وقتها توم ابتدى يشتغل على حل المشكله. في الوقت ده جوستافو شاف 2 من عمال شركه النظافه وقال لهم كان في 2 من عندكم موجودين هنا امبارح، لكن لما هم اكدوا ان في حد كلم الشركه وقال لها ما تبعتش عمال امبارح وانهم مش تبعهم، وقتها جوستافو رجع الكاميرات وشاف شكلهم وراح لمدير البنك وبلغه ان في ناس غريبه انتحلت شخصيات عمال نظافه ودخلوا البنك امبارح.
وقال له انا مش قلقان لان البنك متأمن كويس، بس عاوز اعرف كانوا عاوزين يوصلوا لايه. ونرجع لوالتر وبنشوفه وهو بيكلم مارجريت وبيعرض عليها 50% وقال لها انه محتاج مساعدتها. نرجع لجوستافو وهو بيقول لمدير البنك ان النهائي هيكون فرصه لسرقه البنك، وطلب منه يضاعف افراد الامن ويطلب من الحكومه يقفلوا الساحات القريبه من البنك، لكن المدير ما كانش مقتنع وقال له انت هتفسد النهائي وهتضيع فرحته على الجمهور. جوستافو قال له ده شغلي وانا لازم امن البنك كويس. في الوقت ده جوستافو جات له مكالمه من الشرطه بتقول ان الشخصين اللي بعت صورتهم اتقبض عليهم في لندن، طبعا دي الخدمه اللي طلبها والتر من مارجريت. وقتها مدير البنك قال لجوستافو يطمن، ولو عاوز يطمن اكتر يزود الامن على البنك، لكن هو مش هيبلغ الحكومه تقفل الميادين وهيسيب الجمهور يستمتع بالنهائي. في الناحيه التانيه بنشوف لورين وتوم وهم سهرانين في مكان، ولورين كانت بتحكي له ان والتر ده زي ابوها، لان ابوها مات وهي عندها 8 سنين وامها ماتت وهي عندها 12 سنه، ومن ساعتها والتر هو اللي بيرعاها. وهي بتتكلم توم لفت نظره الويتر وهو بيبرد الكاسات بالنيتروجين، وبعد ما روحوا جمع الفريق وعمل التجربه قدامهم، جاب كوبايه وحطها على الميزان وملاها ميه والميزان اتحرك وزاد، وبعدها شال الكوبايه وجمد الميزان بالنيتروجين وحط الكوبايه والميزان ما اتحركش. قال لهم انا خدعت الميزان وجمدته. قال لهم هنعمل كده في الخزنه بس هنحتاج نيتروجين اكتر، وهنحتاج شخص يجمد الميزان قبل ما ندخل الخزنه. وابتدوا يحطوا الخطه ويوزعوا المهام على كل واحد، وطبعا لازم ينجزوا المهمه في خلال ساعتين، وده وقت المباراه النهائيه. في الوقت ده اخدوا بصمات جوستافو من على الكوبايه وحضروا انابيب النيتروجين، وبنشوف والتر وهو عند تاجر تحف وطلب منه 3 عملات نادره، وطلب منه ينقش عليهم احداثيات زي العملات الاصليه، وعملوا مفاتيح زي المفاتيح الاصليه. وجي يوم النهائي وده يوم تنفيذ العمليه، وبنشوف الميادين وهي بتستعد للماتش النهائي بين اسبانيا وهولندا، والجماهير بدات تتدفق للميادين، وجوستافو بيعزز الامن في البنك لانه خايف من التجمعات. وبنشوف جيمس وهو بيرمي الحبل اللي هيعدوا منه المبنى البنك. وقتها بدأت المباراة والجماهير بتهتف بكل حماس والكل مركز مع الشاشات. وقتها عدى جيمس وتوم ولورين لمبنى البنك، وبنشوف جوستافو وهو بيأمن مع الشرطة وبياخد احتياطاته. وقتها نجح جيمس وتوم ولورين انهم يدخلوا للبنك بتعليمات من كلاوس اللي بيرشدهم عن تحركات الامن من خلال كاميرات المراقبة، وفعلا دخلوا الغرفة في البنك وفتحوا مكان التهوية بتاع التكييف ودخلوا منه. وقتها والتر كان متابعهم وبيقول لهم يمشي ازاي وفين، وفي نهاية الفتحة بيوصلوا لمكان الاسانسير وبينزلوا لتحت بالحبال. في الوقت ده كان انتهى الشوط الاول بالتعادل 0-0. وقتها والتر بلغهم ان فاضل لهم ساعة واحدة وبس، وبعدها دخلوا جوه الاسانسير ووصلوا المكان قدام المبنى اللي في الخزنة، وكان معاهم سلم معدن وحطوه بين المباني. وهم بيعدوا عليه توم كان خايف ولورين ساعدته يعدي، لكن جيمس لما جه يعدي السلم كان هيتكسر. وقتها جيمس نط ومسك ايد توم وطلع والسلم وقع. وقتها جيمس وقف قدام الباب وطلب من كلاوس رمز الدخول. كلاوس اداهم الرمز وعطل اجهزه كشف الحركه، واستخدموا بصمه جوستافو والمفاتيح اللي معاهم، وفعلا الباب فتح ودخلوا للخزنه. وقتها سيمون بدأ يرش النيتروجين على الخزنه عشان وزنهم ما يتقلش والمكان ما يغرقش، وكل ما انبوبه تخلص يدخل على الثانيه. والتر قال لسيمون فاضل 20 دقيقه والماتش يخلص. وقتها سيمون خلص الكميه كلها، وتوم قال لهم هدخل الاول الخزنه ولو اتاكدت ان التجربه نجحت ادخلوا بعدي. وفعلا دخلوا وشاف الميزان ما اتحركش، وهم دخلوا بسرعه وبداوا يفتشوا في الصنادوق على العملات. في الوقت ده مستشعر الحركه اللي في القاعه بلغ الامن بوجود حركه، وجوستافو بلغ الامن يروح على هناك. وفي نفس اللحظه النيتروجين بدا يختفي والوزن بدا يبان على الميزان. وبنشوف الامن لما وصل للقاعه لقى حمامه واقفه في القاعه، وده لان جيمس فتح فتحه في الازاز ودخلوا منها وما قفلهاش. والامن شاف الفتحه وبلغوا جوستافو وراح عشان يشوف الكاميرات بتاعه القبه. في الوقت ده لورين لقت صندوق وفتحته، لقت فيه ال3 عملات اللي والتر عاوزهم، لكن للاسف جوستافو اكتشف انهم اخترقوا كاميرات المراقبه بتاعه البنك. وقتها والتر بلغهم ان الامن شاف فتحه السقف وعرف انهم موجودين جوه البنك. والتر قال لهم اخرجوا وسلموا نفسكم، لكن توم رفض وقال لهم لازم نشوف حل تاني غير ده. والتر قال لهم سلموا نفسكم لاني خايف عليكم، الامن ممكن يضربكم بالنار. وقتها جيمس قال للورين هات القطعه المعدنيه وهددها بالمسدس، وقال لهم انه لازم يسلمهم للحكومه البريطانيه. توم قال لها ادوا القطع المعدنيه. في الوقت ده الميزان اتحرك والنيتروجين اتبخر وباب الخزنه كان بيقفل عليهم. لورين ادت له الصندوق ونطت بسرعه هي وتوم، لكن ما لحقوش يخرجوا والباب قفل عليهم وبقى جوه الخزنه كلهم. وقتها جوستافو عرف انهم جوه الخزنه وبلغ قوات الجيش وبعتت له عساكر كتير من القاعده اللي جنب البنك. في اللحظه دي الميه دخلت من النافوره لجوه الخزنه من كل اتجاه وكلها دقايق وهيغرقوا. وقتها جيمس سابهم وقال لهم انا هعوم واخرج وانتوا خليكوا هنا. والتر كان هيكلم البنك عشان ينقذ لورين وتوم، لكن توم قال له ان الميه مش هتقف. وبعد شويه فكر شويه وقال لهم ان اجهزه الاستشعار هتحس لما وزن الميه هيملى المكان والميه هتقف، وطلب من سيمون يحط انابيب النيتروجين على الميزان عشان الوزن يتقل والميه تقف قبل ما المكان يتملي. وفعلا سيمون حط الانابيب فوق الميزان، لكن الفنيين اكتشفوا اختراق الكاميرات وفصلوه عن والتر وجيمس والصوره اتقطعت عنهم. وجوستافو شاف توم ولورين وهم جوه الخزنه،
وفي الوقت اللي سيمون خلص كل الانابيب وواقف هو كمان فوق الميزان، الميه ما وقفتش، وقال لهم مفيش حاجه تانية زودها، وبص لقى الراديو بتاعه نزل وجابه وحطه فوق الميزان والميه وقفت. يا سبحان الله، هو الراديو اللي وزنه ظبط الدنيا والميه طلعت للنافوره تاني والخزنه طردت الميه اللي فيها. جوستافو بعت الامن للخزنه لقوها فاضيه، طبعا اتجنن وقال لهم دوروا عليهم في كل مكان، وهم كانوا راجعين من فتحه التهويه زي ما دخلوا. ولما وصلوا للغرفه والتر قال لهم الامن بيدور عليكم في كل مكان. لورين قالت لتوم نطلع الدور الثالث عند غرفه المدير، والامن راح وراهم وجوستافو اخد قوات الجيش وراح لهم. لما دخل المكتب ما لقاهمش، ولما بص من الشباك شافهم ماشيين بين الجمهور، كان هيضرب عليهم نار لكن منعوه لانهم بين الجماهير. ساعتها الامن دخل بين الجمهور وشافهم، وهم كانوا لابسين تيشيرتات المنتخب الاسباني تحت هدومهم، وقلعوا لبسهم وتاهوا بين الجماهير بالتيشيرتات، وطلعوا وشهم حلو واسبانيا جابت جون وفازت بكاس العالم. وطبعا الكل كان هيتجنن والجماهير فرحت وهللت للصبح. وتاني يوم بنشوف مارجريت وهي بتقابل والتر في فندق في مدريد. والتر قال لها انتوا كنتوا باعتين جيمس لحسابكم واستغلتوني. قالت له لاني عارفه انك عنيد وهتدور على الكنز. قال لها انا كنت عرضت عليكي 50 وانا 50%، انا موافق ب40. قالت له بتفاوض وانت مش معاك القطع المعدنيه كلها مع جيمس. قالت له اهرب لانهم هيطردوك. بعدها راحت للسفاره البريطانيه في مدريد، وهناك كان موجود جيمس ومعاه خبير ومعاهم القطع المعدنيه. ولما شافهم اتاكد انهم مش الاصليين، لان لورين كانت بدلتهم بالعملات اللي والتر اخدهم من تاجر التحف. ونروح لفرنسا وبنشوف والتر وتوم ولورين وهم معاهم العملات الاصليه. وقتها توم ساله انت كنت شاكك في جيمس من الاول؟ قال له الاحتياط دايما واجب. بعدها وصل سيمون وكلاوس، ولما شافوا احداثيات الكنز لقوه موجود في بنك في اوروبا، وابتدت الخطة الجديدة للحصول على الكنز. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهاردة. استنونا الملخص الجاي. سلام.